عليكم حبايبي، كيف حالكم؟ يومكم سعيد وحلو، إن شاء الله تكونوا كويسين وفي أتم الصحة والعافية. الفيديو نزل متأخر لكن مش مشكلة. اليوم حبيت نشارك معاكم بالبطاطا الحلوة. بصراحة تحسوا وقتها في الصيف أو في الشتاء عادي، بديت لما تقعد مع فنجان شاي أو كوباية شاي بالنعناع. طبعا لا نحب نغسلها كويس لأنه ناكل فيها بالقشر، فنقعتها في مية قيس نص ساعة ساعة عشان طين، مرات تقعد عليها طينك. وديما لما تشروا البطاطا اختاروا اللي تقعد طويلة طول ورقيقة، هذه تحسوا انها طيبة بسرعة. المهم جهزت الكوشة على درجة حرارة 200 من تحت بس. انا خدت معايا نص ساعة بالضبط وطابت. وكنت طبعا مجهزة براد شاهي بالنعناع. لقيت روحي مكزدة بصراحة، قلت ندير بطاطا وندير شاي بالنعناع. بعدين أمس بنحكي لكم مشينا الملاهي. الواحد مرات يجي عنده ضغط سلبية أو ضغط نفسي أو عصبي، أو طبعا كلنا نمر بالضغوط النفسية والعصبية، بدأت من الروتين اليومي اللي ما ينقطعش، المواعين والدبش والتلميع والمسح. فلازم الواحد يفصل شوية وياخد يعني قسط من راحة لنفسه، ياخد وقت الروحة، مش كل ضغط في الحوش والغسيل المواعين والدنيا والدبش لأن طبيعي الحوصة عمرها ما تنقطع يعني. المهم مشينا الملاهي. بصراحة أمس كان أجمل يوم. خشيت البيت الملعون زي دار الغوريلا، هكي فيها كلها أشباح وأصوات غريبة، ولفين واحد زي هيكل عظمي، وواحد لفينا بقماش أبيض وعليه دم. المهم خشيت تميت جوا نعيط وخلاص، ومعي عيال أختي خايفين مسكين فيا. قلت لهم أنا مش خايفة، بس هيك جوايا طاقة سلبية نبي نعيط جوا وخلاص. بعدها فجأة طلع لنا واحد مسك سطور في يده ولفف عليه أبيض هيك وكلها دم. تميت نضحك أنا بصراحة، في نفس الوقت نضحك ونعيط. المهم كان يوم جميل جدا بصراحة، واستمتعنا بالألعاب. بعدين ركبت لعبة اسمها الشواية زيت الشقلب، يقعد راسكم تحت وكرعيكم فوق وتلفكي. مدتها أحسن حاجة مش واجد يعني، مدتها تقريبا 3 دقايق. فلعبناها وروحت، حسيت جوي رايق وكويس والحمد لله، وبديت يومي جديد بكل نشاط وحيوية. فلازم تفصلوا عن المواعين والروتين والبيت وكي، وتغيروا جوكم شوية وتطلعوا في أي مكان انتم مثلا تحبوا، سواء مثلا ملاهي، ألعاب، كافيتيريا، كافي. إن شاء الله حبايبي الفيديو يكون عجبكم، ونشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.